السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد بيوم جديد. تعالوا نشوف احنا عملنا ايه. وقبل ما نبدا الفيديو هنصلي على الرسول وهنسمي الله عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. هنا بقى ايه، شويه كوكتيل كانوا يعني شويه فواكه كانوا عندي، قطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفين ده، مانجا على كيوي على عنب على زي ما انتوا شايفين كده على موز. انا طبعا علشان ما نطولش الفيديو عليكم قطعت كله العلب دي عندي من رمضان، حطيت كل الفاكهه فيها وعملت لهم عصير مانجا زي ما انتم شايفين كده. وايه حطيت بقى في كل طبق زي ما انتم شايفين كده. لو لسه لاول مره تشوفيني ما تنسيش باللايك والاشتراك والشير علشان اوصلك مني كل ما هو جديد. والفيديو اللي فات قلت لكم بلاش ايموشن وبلاش انا مستنظراكي او انا مش عارف ايه، وبرده نفس الفيديو عملتوا فيه نفس الوضع اللي انا بتكلم فيه. طب انتوا ما بتتفرجوش بقى على الفيديو للاخر، يبقوا انتوا بقى كده اثبتوا لي ان انتوا ما بتتفرجوش على الفيديو للاخر. انتوا بتكتبوا الكومنت او بتحطوا الايموشن وبتطلعوا تجروا. انا مسحت الكومنتات اولا ومش هدخل لحد فيكم الا اذا دخلتوا عملتوا كومنت يخص الفيديو. خلاص تمام. اما انتوا كده ما بتسمعوش الفيديو للاخر. خلاص انا عرفتكم كده يا بنات. حبيت اشارككم معايا. والله العظيم الواحد بيتضايق من المواقف اللي زي دي، يعني الواحد بيشتغل بما يرضي الله وبيخلص للبني ادم، والبني ادم يعني انا دلوقتي اتاكدت ان الناس دي ما بتسمعش الفيديو للاخر، علشان خاطر انا اتكلمت يعني في الفيديو وحتى العنوان كاتبه فيه الحاجه اللي انا بتكلم عنها. يعني انا كاتبه بقول ما بحبش الايموشن بس يا جماعه في الفيديو. ازاي انت ولا قرات العنوان ولا حتى كمان سمعت الفيديو للاخر؟ يا سلام. طب تمام، انا مش هدخل لحد فيهم ومسحت الكومنتات بتاعتهم ومش داخله لحد. هنا بقى حبه مانجا وقعوا مني. انتوا عارفين زي ما لما باجي اعمل لهم اي حاجه حلوه بيبقوا لابخيني شويه كده، بيبقوا فرحانين يعني. والفيديو خلص معايا. مع الف سلامه، باي باي.